السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله رايحين نحضروا كيف خبز الشعير بدون خميرة، فيه غير شوية زيت زيتون. خبز صحي خاصة بالنسبة للناس اللي ما يقدروش ياكلوا انواع اخرى من الدقيق. كما تقدروا ديروا كمية كبيرة على خطرة وتحطوه في المجمد. كي تجبدوه رايحين تلقاوه تقول هذا وين طيبتوه. هذا خبز ما فيش الخميره تاني. كما نعرفوا الخميره ولا الخبز اللي فيه الخميره ماشي مليح نحطوه في المجمد لانه رايحه تتحول الى ماده سامه. هنايا في هذا الفيديو رايحه نوري لكم هذه الوصفه اكثر من رائعه والصحيه في نفس الوقت. نبداو على بركه الله بمقادير الوصفه. رايحين نحتاجو 3 كيسان ماء، هذوك الكيسان اللي معتاده نكيل بهم. نحتاج مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره زيت زيتون، و3 كيسان دقيق الشعير ولا الدقيق الاسمر. نكيل 3 كيسان تاع الماء، نديرهم في مقله. رايحه نخدم في مقله باش تجيني سهله كي نكون نحرك هذيك العجينه كيما لا باتاجو. يعني دو بريفيرونس خدموا في اون كاسرول، يعني كاسرونه ولا في مقله باش تجيكم سهله كي تكونوا تحركوا فيها فوق النار. راني كيلت 3 كيسان تاع الماء، ندير مغرفه صغيره تاع الملح ومغرفه صغيره تاع زيت الزيتون، ونديرهم يسخنوا حتى يلحقوا لدرجه الغليان، يعني جوسكا ليبوليسيون. بعد ما غلى الماء ندير فوقو هذوك 3 كيسان تاع دقيق تاع الشعير. كي نزيد دقيق الشعير نبقى نحرك بالمغرفه تاع الحطب كيما نديروا لا باتاشو. نخلي النار شاعله، نقص لها برك، نقص لها حتى للطرف، ونبقى نحرك في هذاك الدقيق، نشف فيه كيما لا باتاشو كما راكم تشوفوا. نبقاو نشفوا فيه 1 دقيقه هكذاك فوق النار. ما تنسوش تنقصوا النار حتى للطرف. نبقى نحرك فيها غير بالعقل كما راكم تشوفوا باش ما تلصقليش. من المستحسن تخدموها في مقله تاع تيفال باش ما تلصق لكمش. ليسانسيال تكون شويه غامقه. بعد ما نطمت كما راكم تشوفوا هنايا نروح نديرها في تبسي ولا فوق سطح العمل ونخليها حتى تبرد. ماشي حتى تبرد مليح، يعني تكون شويه دافيه. بعد ما راحت منها هذيك السخانه ولا ولات دافيه نحكمها نحطها فوق البلون طرافاي ولا سطح العمل ونبدا نعجن فيها غير شويه. قيس دقيقه، ما نزيدلهاش اكثر من دقيقه تاع العجين، يعني جوست غير ما نطمها برك، ما تحتاجش هي العجين بزاف. نشكلها على شكل حربوش ولا ان بودان يكون شويه خشين. كما راكم تشوفوا العجينه تاعي ما راهيش تلصق. تقعدوا تنشفوها فوق الفرن حتى تشوفوها ديكولات ولات ما تلصقش، تما اللي تكون صالحه للاستعمال. ومن بعد كي تبرد رايحين تشوفوا باللي هذا الميزان اللي درناه ولا الكيله هذه رايحه تعطينا عجينه تجي سوا ما تلصق ما والو. نقسم البودة على 3 ونروح نبدا نشكل في الخبزات ديالي. دقيق تاع الشعير ماشي سهل في الخدمه، على هذه لازم نستعملوا معاه دي زاستوس باش يجينا ساهل. هنا كما راكم تشوفوا راني درتو دي بول. بعد ما نشكل هذوك الكريات تاعي نحطهم كوتي، نحطهم على جنب، ونروح نبدا نشكل الخبزات ديالي.
راكم تشوفوها وليك الساشي اللي نخدم به. حطيت واحد من التحت وحطيت الخبزه فوق الساشي ديالي، وفوقه زدت حطيت ساشي واحد اخر باش تجيني سهله، باسكو العجينه هاديه تلصق في الحليول. نبدا نحل. هاد الطريقه هادي مع الاول تجيكم صعيبه شويه وتشوفوها بلي تاخذ الوقت يتو، بصح مع الوقت رايحين توالفوها، خاصه الناس اللي ما يقدروش ياكلوا خبز واحد اخر. هاد الخبز بزاف صحي وبنين والنتيجه تكون مبهره. نكمل نحل هذيك الخبزه. بعد ما حليتها نجيب طابع ولا اون بورت بيس، باغ اكزومبل لو سيرسو تاع جينواز ولا يكون مدور، طبعوا به. انا عندي هاد الغطيوه تاع المقله راني نطبع بها باش يجوني الخبزات كامل قد قد. شوفوا كيفاش راح تدي كولا وحدها. هايلك سعفوها باسكو الخبزه هذه راهي بزاف خاجيل، يعني بالخف تتقطع. رفدوها غير بالعقل. انا كنت سخنت الطاجين تاعي من قبل ونديروه على نار قويه. نحط الخبزه طيب، تم قلبوها، يعني غير تشد شويه هكذايا على الفاس الاخرى، اقلبوها على الوجه الثاني. خلوها كي تشد مليح، يعني كي تشوفوها تحمرت غير شويه بداو تعبزوا بلا سباتول. تضغطوا بهذيك لا سباتول عليها. نتوما كي رايحين تبداو تضغطوا هذيك الخبزه تبدا تتنفخ. شوفوا كيفاش راهي تتنفخ. لازم تسناوها حتى طيب شويه على الوجه كيما هنا. شوفوا كيفاش راهي تتنفخ. هايلك بلا خميره بلا والو، راح يجيكم خبز هايل تاع لي ساندويتش ولا تاكلوا به تغمسوا به واش تحبوا. تقدروا ما ديروا به لي تاكوس ولا لي ساندويتش تاع الشاورما. كي طيب الخبزه نديرها فوق سربيته ولا هذاك طرف تاع القماش اللي ديروا فيه خبز الطاجين، وغطيها بالجفنه ولا بغطيوه اللي تجي قيسها. لازم تغموها كامل باش ترطب. نروح نكمل الخبزه الثانيه. شوفوا كيفاش تفتوها غير بالعقل. حضرتها طيب كيما الاولى. قلت لكم تبقاو تقلبوا فيها. انا راهي طوات لي. تبداو تقلبوا فيها وتسناوها حتى تتحمر شويه هكذا، تشد تنشف شويه على الوجه الاول والثاني. تما تبداو تضغطوا عليها بلا سباتول ولا بهذيك اللي طيبوا بها الكسره ولا الفطير، اللي ضغطوا بها على الكسره ولا الفطير هذيك باش تتنفخ. لازم تضغطوا عليها، كل ما تضغطوش عليها ما راهيش رايحه تتنفخ. سيو كيفاش ما تخلوهاش تتشقق لكم الخبزه، باسكو لو كان تنتقب ولا تشقق يخرج هذاك الهواء. كي يخرج ما تتنفخش. ميم الا نتقبت لكم كاش تجيهاش، سيو شدوا هذيك الثقبه هكذايا بلا سباتول غموها باش تتنفخ لكم الخبزه. كما راكم تشوفوا هنايا راهي نشفت. نزيد نضغط عليها مليح مليح باش تنفخ. وبقاو تقلبوا فيها، تقلبوا وتضغطوا. هايلك دوك تبدا تتنفخ. هاي اللي كتنفخ. لازم تسعفوها. ولا شفتوها ما حبش تنفخ لكم، عرفوا بلي كاينه كاش ثقبه فيها. سيو شوفوا وين راهو يخرج هذاك النفس ولا الهواء، سدوه بلا سباتول رايحه تتنفخ. نزيد ندير خبيزه غير صغيره. هذيك لي شوت اللي قعدوا لي راني كورتهم رايحه نديرهم خبزه واحده اخرى. شوفوا كي راني نحل بالحليوه القباله راهي تلصق شويه. هذه باش نوري لكم باللي صعيبه شويه العجينه هذه باش تخدموها ديريكت بالحليول. لازم تسبقوا الساشي ولا لو فيلم اليمونتير.
دونك اني درت هذيك الخبزه ديالي طيب، نستناها كي تشد تنشف شويه على زوج وجوه، نبدا نضغط عليها، نحبسها هكذا مليح مليح، يعني ماشي بزاف لدرجه انك تخسري الخبزه ديالك، غير شويه هكذا تحبطي هكذا تزيري شويه برك. نبقى نقلب فيها حتى تنشف. شوفوا بعد ما نشفت نبدا نضغط. هاي لك دوكا راني نزير فيها بهذيك اللي يحمروا بها الكسره ولا الفطير. دوك تبدا تتنفخ. هاي لك، زيدوا قلبوها كي تشوفوها، زيروا من جهه بعد قلبوا على الجهه الثانيه. راهي بدات تتنفخ الخبزه. نقلب على الوجه الثاني ونزيد نزير عليها. ولا ما عندكمش هذه اللي يحمروا بها الكسره، تقدروا تخدموا بلا سباتول ولا بالقاعده تاع المهرز، يعني شدوا المهرز وتضغطوا به غير بالعقل. مهرز هذاك تاع الحطب، ماشي هذاك الثقيل تاع النحاس. هاي لك هنا يبدا تتنفخ، شفتوا؟ لك راكم لاحظتوا بلي هذيك الخبزه اللي تنطوات لي ما تنفختش بزاف. علاش؟ باسكو كي تنطوات تشقت والنفس بدا يخرج، عليها لازم نحطوها غير بالحذر. نزيد ندير خبزه واحده اخرى طيب، نبدا نقلب فيها كي تنشف حتى تنشف باش نضغط عليها كما راكم تشوفوا هنايا. هايليك شوفوا كيفاش تنفخت، جات فارغه لداخل الله يبارك. نديرها مع هذوك الخبزات اللي طيبتهم من قبل، نغطي عليها ونصبر غير شويه. شوفوا كيفاش جا. من المستحسن الخبزه اللي تشوفوها عرقت هكا رطابت نحوها، غطوا الخبزه اللي طيب برك جديده، خلوا هذاك واحد 10 دقائق ولا حتى ترطب. شوفوا كيفاش جا الله يبارك، فارغ لداخل ورطب. خبز الشعير ماشي سهل باش يجي هكذا. هذا الخبز تقدروا تحشيوه ديروه دي ساندويتش، ديروه دي تاكوس ولا دي ساندويتش تاع شاورما ولا اي ساندويتش راكم حابين تاكلوه. يجي بزاف بنين وخفيف بلا خميره بلا والو، طبيعي وصحي جدا. شويه زيت زيتون وشويه دقيق تاع الشعير درنا خبز رائع بزاف بنين وخفيف وصحي جدا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتمنى ديروها نتوما تانيت. كانت هذه الوصفه تاعي لنهار اليوم. نتلاقاو باذن الله في وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.